السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني كتير، يا رب تكونوا بخير. انا النهارده هعمل اللانشون من غير لحمة ولا فراخ، ومقاديره سهلة، وعلى فكرة طلع طعمه جميل. انا قلت اجربه، وانا ما بوريكمش حاجة غير لما بكون جربتها واتأكدت ان هي طعمها حلو. بصوا اهي المقادير. معايا 4 بيضات، ومعايا 4 حتت جبنة نستل، ومعايا فلفل اسمر، ومعايا توم بودرة وبصل بودرة، وتوم عادي دقاه، ومعايا بتاع ده بابريكا، وكيري، ومرقتين دجاج، ومعايا معلقة جيلاتين صغيرة، وهحط عليها بق مية ان انا ادوبها، ومعايا لون سائل، لون طعام لونه احمر. عايزة تجيبيه اللي هو بيبقى زي البودرة ده وتقلبيه في بق مية براحتك، بس ده بيبقى انضف. ومعايا كوباية الا ربع دقيق، ومعلقتين، وبقية الربع كوباية التانية بكملها نشا. ادي المكونات دي كلها معايا. هنبتدي بقى ان احنا ناخدوها وهنحطها عند الخلاط، عند الكبة، براحتك. انا هعملها دلوقتي قدامكم في الخلاط عشان الناس اللي ما عندهاش كبة تعملها ايه في الخلاط. يلا بينا. هنا بقى جبت بقى الخلاط اهو، وهبتدي ان انا انزل بالمكونات كلها. هنزل الاول بالبيض اهو، حطيت البيض وحطيت الجبنة، وهبتدي بقى احط بقية الحاجات. وهنا حطيت اللي هو الجيلاتين، معلقة صغيرة، ما تكتريش جيلاتين، هو بس بيديله ان هو يبقى طري وحلو يعني. واهو النشا وهحط الدقيق، هحط كل المكونات. حطيت بقى كده كل المكونات اهي، بحط اهو الدقيق كله. وهبتدي لازم يتضرب كويس، وطبعا هضرب حبة ورايح حبة عشان خاطر الخلاط ما يحصلوش حاجة. وطبعا ما تنسوش ربع كوباية زيت لو انا ما قلتهاش. وعلى فكره فصين التوم اللي احنا دقينهم دول بيفرقوا جامد، بيدوا طعم جامد في اللانشون. لازم فصين توم. ما تقوليش انا حاطه توم بودره ما احطش توم، لا، اهم حاجه برضو ان انت تحطي فصين التوم، بيدوا طعم جامد. عايزه بقى انت تحطي فلفل اسمر، عايزه تحطي بسطرمه، اللي انت عايزه تحطيه وعندك تحطيه حطيه براحتك. اهو هبتدي بقى ان انا اضرب، ولازم الضرب يكون كويس. شايفين اهي المكونات كلها بتبتدي ان هي تختلط ببعض. اهو بعد ما ضربت الخليط شوية هجيب اللون بقى اللي عندي، وهحط بس نقطتين، يا دوبك نقطتين ان هو يدي اللون الاحمر. مش عايزة تحطي لون براحتك، بس هو عشان يبقى شبه الجاهز، عشان العيال تحب ان هي تاكله. فهبتدي ان انا هحط لون بقى عشان عندي اطفال. انت براحتك، عندك انت كبيرة مثلا، عندك عيال ولاد كبيرة مش عايزة تحطي لون، ده اختياري براحتك. اهو شايفين لونه ابتدى ان هو يتغير ويدي لون ايه اللانشون اللي من بره. وانتي لو عايزة تحطي لحمة، عايزة تحطي فراخ، عايزة تحطي اي حاجة عندك، براحتك. هبقى اعمله لكم مرة تاني بلحمة، ونعملوه مرة تانية بفراخ، ونعمله البيفي ان شاء الله. اشتركوا في القناة بقى عشان يوصل لكم كل جديد، ويوصل لكم كل وصفاتنا وكل يومياتنا. وهنا خلصت خلاص، ضربته كويس جدا. وهنا بقى انت عندك كيس اللي هو الكيس اللي هو حراري، عندك علبة سمنة تحطيه جواها، بس انا ما كانش عندي ولا كيس حراري ولا عندي علبة سمنة فاضية. فعندي الكوز ده، قلت ايه ده هيتحط على النار. هما فيه بيحطوا كوباية ازاز بصراحة، بس انا خفت، لا قلت لا تفرقع. فجبت الكوز ده ودهنته حتة زيت، وهحط من تحت ورقة زبدة، وهحط فيه الخليط وهجرب. انا اول مرة اعمله معاكم، وهنشوفه هيطلع ايه. بس هيطلع جميل على فكرة. يعني مش شرط ان انت تربطي نفسك بقى بان انت تجيبي كيس حراري وان انت تجيبي الحاجات دي، براحتك. انا قلت اعمله لكم المره دي كده، والمره الجايه نعمله في كيس حراري برضو عشان الناس اللي عايزه تعمله كده او كده. اهو حطيت ورقه زبده من تحت، ودهنت البتاع نقطه زيت، وهبتدي ان انا انزل بالخليط بتاعي زي ما انتوا شايفين. بصوا لونه حلو جدا، شبه الجاهز بالظبط، شبه اللانشون اللي بنشتروه من عند الراجل. جربيه وبجد عجب عيالي، وحاجة حلوة وحاجة نضيفة في البيت. الله اعلم اللانشون اللي بره ده بيبقى معمول ازاي. انتي عايزة برضو تعمليه باللحمة براحتك.
وفي حاجات مفيدة على فكرة، في بيض، في جبنة نستل، في حاجات مفيدة للأولاد. أهو هابتدي إن أنا أضربه كده عشان لو في أي هوا هاطلّعه منه، زي ما أنتم شايفين. بُصّوا هو يعني أنتِ أي حاجة تحطّي فيها مش لازم إن الخليط يتملى عشان الخليط بيعلى شوية. وهنا هاجيب حلة فيها، هاحط فيها مَيّة، وهاحط فيها الكوز اللي عندي ده اللي أنا حطيت فيه اللانشون، بس مش يعني إيه، هاسيب يعني بتاع ربع الكوز أو أكتر من ربع الكوز عشان المَيّة لمّا تغلي ما تطلعش في الكوز، عشان أنا مش مغطياه ولا حاطة كيس هاري. وهنا هاحط فوق فوطة عشان البخار اللي يطلع ما يجيش على وش اللانشون عشان أنا مش مغطياه. هاحط فوطة وأحط فوقها الغطا وهاسيبه لمدة ساعة، مدة ساعة، وهارجع أختبره بالسكينة وهاطلّعه. استنونا بقى نشوفوا إيه النتيجة هتبقى عاملة إزاي. وهنا هي عدِّت الساعة واختبرته بالسكينة ولقيته استوى، وهابتدي بقى إن أنا أطلّعه معاكم. أهو زي ما أنتم شايفين أنا ابتدي إن أنا أفُك الجناب من بافُك الجناب من بافُك بالمعلقة الجناب عشان خاطر إيه، أطلّعه. هنا طلّعته، هابتدي بقى إن أنا أقطّعه. هو باين عليه على فكرة شكله حلو وطعمه أحلى. جرّبوه بجد هيعجبكم وهيعجب عيالكم، عجب عيالي جدًا وعجب كل اللي داقوا وقال لي جميل بجد تسلم إيدك. هنا جبت السكينة، لو أنتِ عندِك سكينة مشرشرة هتبقى أحلى، هتقطّع معاكِ أحلى، بس أنا ما عنديش. أهو شايفين، وطري، طري جدًا شبه بتاع الراجل بالضبط. هاورّيكم دلوقتي وأنا باقطّعه هو طري قد إيه. تفاعلوا معانا بقى ووصّلونا ل1000 مشترك بقى، عايزين بس 1000 مشترك. أهو بصوا بقى، بصوا طري إزاي، طري وجميل، وعلى فكرة طعمه جميل جدًا. يعني أنا أول ما قطّعته أهو دُقته طعمه جميل جدًا. جرّبوه بجد هيعجبكم وهيعجب أولادكم، وحاجة نضيفة في البيت، وحاجة أنتِ ضامنة هي معمولة إزاي، أنتِ اللي عاملاها بإيدِك. الله أعلم اللانشون اللي برّه بيعملوه إزاي والّا بيحطّوا فيه إيه، اللي إحنا بنسمعوه عنه حاجات كتيرة الله أعلم. أهو هابتدي بقى أخلّص الكمية بقى تقطيع وأرجع لكم. كده خلّصت والكمية اللي عملتها معايا. طعمه حلو أوي يا جماعة. كمية حلوة. قولها تسلم إيدك في الكومنتات. أيوه قولي تسلم إيدك، وطعمه جميل جدًا وطري طري طري، بصوا طري جميل وطعمه جميل أوي أنا ذقته. طعمه جميل جدًا 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 جدًا. جربوه هيعجبكم. باي باي.